السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا من خلال المكونات غادي نوجد معكم البيض بطريقه رائعه جدا جدا، غتعشقوه نتوما ووليداتكم وان شاء الله يولي هو طريقتكم المعتاده، ساهل ماهل كيوجد في لحظات وبابسط المكونات. اذا كيجي الشكل ديالو رائع والمذاق ولا اروع. اذا كل ما غادي نحتاجو هو البيض، غديروا بالكميه اللي بغيتو حسب عدد الافراد يعني اللي غادي يتناولوا ديك الوجبه. انا هنا عندي 3 البيضات هما اللي عملت. اذا درت 3 البيضات بحال هكذا، غندير معاهم شويه د المليحه وشويه د الفلفل الاسود. اذا الطريقه سهله مهله وبسرعه كيوجد. كيف عارفين البيض راه غادي نديروه هنا غير في المقلاة، يعني ما غادي يحتاج لا فرن ولا اي شيء، غير في المقلاة وغيجي زوين بزاف. اذا بعد ما درت لي بحال هكذا، ممكن انكم تخلطوا غير هكذا بفرشيط ولا بالطراب اليدوي، يعني تخلطوه مزيان، ولكن واحد الطريقه زوينه فاش كديروا في الميكسور فكيجي خفيف وكيجي طالع مهوي وكيجي فن الشكل ديالو ولا المذاق كيجي بحال الكيك بحال البونج ولذيذ، واحد اللذه عجيبه. يعني فاش جربته في الخلاط عجبني بزاف وبغيت نشاركه معكم. اذا هنا ضربته في الخلاط، ممكن كيف قلت لكم تخلطوه غير بيديكم، غير طولوا واحد شويه حتى يولي بحال هكذا، حتى يطلع يعني ديك الكميه ديال البيض ضاعف اكثر من 2 المرات. يعني هكذا كيف شفتوا كان غير واحد شويه وطلع. دابا عمر ليا هاد الزلافه اللي هي شويه كبيره. من بعد غادي نضيف ليه شويه القزبر ومعدنوس. اذا القزبر ومعدنوس كيجي معاه زوين رائع، وكيف كتعرفوا الفوائد ديال القزبر ومعدنوس راه غني بالحديد وبالكالسيوم وبالعديد من المنافع الغذائيه. اذا هنا قطعت واحد الكميه اللي كنت مرقدها في زيت الزيتون ودرت واحد الملعقه كبيره. ممكن انكم تقطعوه هكذا عادي طري وديروه، يعني شحال ما كثرتو شحال ما كيجي لذيذ بزاف. صافي خلطت المكونات وشوفوا انا شعلت العافيه، النار مهيله جدا باش يطيب مزيان. صافي غنحط واحد المقيله هكذا فوق النار وديروا فيها اما قطرات من الزيت العاديه ولا ديروا الزبده. انا هنا عندي الزبده البلديه فغادي يجي احسن، حتى المذاق ريحته فاش كيطيب يعني كتجي شهيه ولذيذه وزوينه. اذا غندير شويه زبيده بلديه نحطها هكذا في المقله صافي ونفرغ عليها البيض. اذا ما غاديش ندير طبعا هذه الكميه كامله، اذا هنا راه حاطها باش ناكلوها، فخديت غير منها واحد طريف صغير هكذا وحطيته في المقيله وهي سخونه صافي، وغادي نفرغ عليه الخليط. اذا الخليط ديالنا من بعد ما نفرغوه كيف كتشوفوا ها هو غادي يبان لكم انه خفيف، بحال غادي نخويو الخليط ديال الكيك واخف منه. نخويو الخليط ديالنا اما تخويوه كامل ولا تقسموه على 2 مقيلات. اذا انا خويته كامل لان المقله شويه كبيره فبغيتها انها تجيني يعني واحد الخبيزه اللي هي كبيره. ها انتم انا خويت الخليط اللي عندي، فغادي نغطي عليها ضروري من الغطا كيسرع الطبخ، يعني داك البخار كله كيرجع ليها مره واحده. صافي غنغطي عليها ونخليها واحد شويه حتى كتبان ليا حمارت من الجناب. غير تبان لك من الجناب حمارت ولا تحمرات صافي راها واجده. فغادي نقلبها على الجهه الاخرى ونقدموها. راه دقائق ما غنغفلوش عليه، لان الا غفلتو عليه راه تحرق. صافي غير كنحطوه واحد شويه واحد اللحظه هكذا كيبان لك تحمر شويه من الجناب، فكنقلبوه للجهه الاخرى. اما تقلبوه هكذا مباشره ولا تخويوه في شي تقلبوه هكذا في شي صحن باش تبقى لكم الدائره مقاده. الخبيزه ديالنا هكذا دايره كيف ما هي صافي بحال هكذا. ها نتوما كتشوفوا معايا فكتجي زوينه بزاف. نتوما تشوفوا كيفاش غادي نسمها وكيفاش نقدموها. اذا هذه تصلح لوجبه الافطار، يعني اللي بغى فطور مغذي وزوين صحي، وتصلح كذلك لوجبه عشاء خفيفه. قدموها هكذا غير مع سلطه الخضر ولا غير هكذا بوحدها فكتجي زوينه ورائعه. اللي بغى يقدم معها الفرماج يدهنها هكذا بالجبن ولا اللي بغيتو. اذا هنا زينتها ونسمتها بشويه الحبه السوداء بالسانوج، فكيجي فيها رائع. حتى الدراري الصغار راه كياكلوه، ما كيجيش نهائيا فيه المذاق لا حار ولا اي شيء. انا هنا عملته للدراري الصغار فاكلاو بحب وبشهوه، يعني عجبهم بزاف. اذا هذا هو البيض ديالنا. هانتوما غتشوفوه من الجهتين كيف غادي يجي. شفتوه من الجهتين بجوج بهم، وغادي نعاود نعمل حتى السانوج من الجهه الاخرى.
اذا فكيلصق فيه كيطيب معاه، كيجيو قطعه واحده وكيلذوا بزاف هو وداك القزبر والمعدنوس وداك شويه الفلفل الاسود اللي درت في الاول، فكتجي خبيزه هائله وزوينه بزاف بزاف. والشكل ديالها مختلف على البيض اللي موالفين تعملوا. بفعل هذا الخلاط اللي خلطت فيه، يعني انه كيجيبها انا نقطعها وغتشوفوها معايا من الداخل، كتجي بحال الكيك، كتجي بيضاء من الداخل وكيجي الشكل ديالها متماسك بواحد الطريقه زوينه ورائعه. اذا هذا هو البيض ديالنا اليوم اللي ان شاء الله غادي يعجبكم اكيد. الا جربتوه انا متاكده 100% غادي يعجبكم وغادي توليو مدمنين عليه بهذه الطريقه. نتمنى ان شاء الله يكون كيبان لكم التصوير. انا كنصور دابا شويه مع الليل، يعني كاين غير الضوء ديال البوله هكذا، يعني ما كيبانش بحال الضوء النهار، يعني ما عطيهاش حقها في التصوير، ولكن ان شاء الله نتمنى انه يبان لكم. شوفوا معايا من الداخل، شفتوا الشكل ديالو كيجي بحال الشكل ديال الكيك تماما، مع انه ما فيه لا طحين ولا اي شيء. اذا السر هو في هذاك اللي ضربناه هكذا في الخلاط، فكيجي هكذا زوين بزاف صافي. وكنقدموه هكذا لوليداتي هكذا مرفوق باي شيء، بحبات ديال الزيتون، فرomاج، باي شيء، وكيكون وجبه زوينه متكامله مع خبيز ديال القمح الكامل. اذا ان شاء الله نتمنى تكون عجباتكم وصفه اليوم، واذا عجباتكم ما تنساوش كيف العاده دعموا القناه وتخليوا لنا الاعجاب ديالكم وتشاركوا في القناه الا كنتم ما مشتركينش. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.